اخبار يا كن، خدت الجمعيه ولا لسه؟ ايوه يا باربي، قبضت الجمعيه. عايزه ايه يا باربي بالظبط؟ بتبصلي كده ليه؟ هي كن في ايه؟ انت مش ملزوم بالبيت ده ولا ايه؟ هاتي من الاخر يا باربي، عايزه ايه؟ عايزه اعمل شوبينج. عايزه ايه يا اختي؟ شوبينج؟ ايوه يا كن، يعني عايزه اروح السوبر ماركت اجيب شويه طلبات، وعايزه اروح محل الملابس اللي على اخر الشارع اجيب طقم ليا وطقمين لبناتك، واروح السوق اجيب شويه طلبات. انت عارف بقى يا كن. ايوه، يعني انت راسمه كده على ان الفلوس كلها تخلص. وبعدين يا باربي، انا قبض الجمعيه يا باربي عشان اكل بيها واشرب بيها ولا ايه يا باربي؟ امال عشان نعمل بيها ايه؟ مش بنفك نفسنا في المصاريف الزنقه اللي احنا فيها؟ ايه ده يا باربي؟ ايه ده يا باربي؟ انت مفيش فايده فيكي، ايدك مخرومه يا باربي. يعني ايه؟ هتعمل ايه؟ هننزل ولا مش هننزل؟ ماشي يا باربي، وانا اقدر عليكي؟ وانا اقدر على اللي انت بتعمليه فيا يا باربي؟ ماشي يا باربي ماشي. خلاص، على بعد المغرب ننزل نشوف الشوبينج يا اختي اللي انت عايزاه. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. ايه مرجحة مرجحة. خلاص بقى يا باربي، حرام عليك يا باربي. كفايه يا باربي، الفلوس هتخلص اللي معايا كلها. في يا كن مالك؟ هو انا لسه خلصت طلباتي؟ يا باربي يا باربي، ما انت قلت لي هتروح محل الملابس يا باربي. كفايه كده بقى يا باربي، حرام عليكي، ده انت لميتي السوبر ماركت كله. استنى بس، استنى عشان عايزه رز وعايزه صلصه وعايزه شاي. الحمد لله ان انا افتكرت. افتكرتي يا شيخه؟ يا رب تفقدي الذاكره عشان نخلص وعشان نروح وتكوني ناسيه كل حاجه. ما تسكت بقى يا كن، الناس كلها سمعتنا. ايه الفضايح دي؟ ده انا مش عارفه في ايه ده من ساعه ما دخلوا السوبر ماركت وهم عمالين يتخانقوا مع بعض. الله، ده عندهم اللحمه حلوه قوي، والمفرومه كمان، وجمبري. الله، بحب الجمبري، انا هجيب كيس. بس بس باربي باربي، بلاش سمك يا باربي، انا هجيبهولك طازه من الراجل اللي ورانا، بيبيع حاجات حلوه في السوق. حاجات طازه ورخيصه عليها عروض يا باربي يا باربي باربي. بس. ايه ده؟ عمال بيزبس لي وينده لي، انا مش هرد عليه. وبعدين انا شايفاه طازه وجميل وشكله حلو قوي، وبعدين الحجم الكبير اللي انا بحبه. يا ماما يا ماما يا ماما، عايزة شيبسي وعايزة بيبسي وعايزة حاجات حلوة كتير يا ماما، عايزة البان. حاضر حاضر يا حبايبي، من عينيا، كل اللي انتوا عايزينه هجيبه لكم. طبعا كل اللي هم عايزينه هتجيبه لهم، وانت غرمانه حاجه هتدفع من جيبك يعني؟ لو سمحت بقى كده، الحساب كام؟ بس بسرعه الله يكرمك قبل ما تشبط في حاجه تاني. ايه ده قله الذوق دي؟ كده حضرتك الحساب، الحساب كله 3400 جنيه. يا مصيبتي، 3000 وايه و400 جنيه ليه؟ واحنا جبنا ايه؟ فعلا إيه المبلغ الكبير ده يا حضرتك؟ يعني مش فاهمه تجيب منين ده. يا فندم حضرتك واخده سمك ولحمه وفراخ، وغير الطلبات المنظفات، وغير الحلويات بتاعه الولاد. ولا حضرتك مش اصل باين عليكي مش مركزه وانت بتاخدي؟ انت عماله تعبي في العربيه ومش دريانه الحساب هيبقى كام. هو دايما كده الواحد يدخل السوبر ماركت وبيبقى مش دريان، يسحب في الحاجه ومش عارف هو هيدفع كام، ويتفاجئ بقى بالمبلغ. معلش، لو عايزه ترجعي حاجه مش مشكله، اكتب لك على الاوردر وارجع لك الحاجات اللي انت عايزاها. لا لا، مش عايزه ارجع حاجه، لا هو هيدفع. طبعا هو هيدفع. ماشي ماشي يا باربي، لنا بيت لي يلمنا يا باربي. اما ربيتك. بابا زعلان هيطلب ماما. باربي. ايوه يا كين، عايز ايه؟ بتنده ليه؟ بقول لك تعالي نروح المحل اللي بعده، ده شكله مغلواني جدا. لا مغلواني ولا حاجه، وبعدين هو ده المحل اللي انا نفسي فيه. نفسي الحاجات بتاعته جميله جدا، وبعدين حاطط فستان سواريه، هو ده اللي كان نفسي اجيب منه. يا كين حرام عليك، اعمل لي حاجه نفسي فيها. طول عمري نفسي في حاجات كتير وعمرك ما عملتها لي. دلوقتي عمري ما عملت لك حاجه عدله ابدا يا باربي. ليه كده يا باربي؟ ظلماني كده. انا بقول لك بس عشان نلم ايدينا شويه، حرام عليك، الفلوس هتخلص كلها يا باربي. ماما ماما، انا عايزة الفستان ده، عايزة الفستان اللي متعلق ده. الله، هو فعلا جميل. اللبن اللي عليه نخله ده هو فعلا روعه. الله، فستانين جمال قوي السواري دول. يا كن يا كن. ايوه يا باربي عايزه ايه؟ ايوه يا باربي عايزه ايه؟ معلش يا كن، اختار معايا، اخد الذهبي ده ولا الفضي؟ مش عارف يا باربي، اللي انت عايزه اختاريه بقى وخلصيني. الله يخليك يا باربي، انجزي بقى انجزي. خلاص اشترينا كل المحلات. ده ايه ده كمان؟ جايبين عجله هنا كمان؟ طبعا عشان الواحد يفضل يعدي كده بكل سهوله ويعبي في العربيه، وبعدين في الاخر يدخل يتفاجئ بالاسعار. فعلا جايبين عربيه عشان نزق ونعبي واحنا مش دريانين. خلاص يا كن، انا هاخد الفضي. تحفه جدا. تأمرني بحاجه يا هانم؟ اساعدك في حاجه؟ لو عايزاني انزل لك الهدوم دي تتفرجي عليها اتفرجي. لا يا فندم شكرا، هي بتنقي زي ما هي عايزه. حضرتك ما تتعبيش نفسك خالص، ما تنزليش حاجه من مكانها الله يكرمك. انت ايه في حضرتك قلقان كده ليه؟ ده احنا عندنا اسعار جميله جدا وعروض هايله. خلاص هاتلي 2 فستان يا ماما، عندهم عروض يا ماما، عايزة 2 فستان. يا دي المصيبه السوداء. يا بنتي عروض ايه؟ عروض يعني هتشتري برضو؟ وانت فاكر عروض دي هديها لك ببلاش؟
خلاص بقى يا كين، وطي صوتك بقى، في ايه؟ ده انت فلقتنا. ما انت مش دريانه باللي انت فيه. انا دافع في السوبر ماركت 3400 جنيه، وهنا ملابس، عارفه يعني ايه؟ يعني ممكن اخش في 5 6000 جنيه بربع. حرام عليكي، حرام عليكي. ما تبطل بقى وطي صوتك، فاضحني في كل حته اروحها. ايه الغلب اللي انا فيه ده؟ حضرتك بصي، انا خدت ال3 فساتين دول، فستانين للبنات وفستان ليا. حسابهم كام بقى كده؟ دول يا فندم بعد الخصم دول يا فندم بعد الخصم عاملين 4500 جنيه. يا مصيبتي، 4500 جنيه على 3 فساتين ليه؟ يا دوبك يا فندم، يا دوبك. فعلا فعلا، ده انت عندكم خصومات هايله وعروض جميله. انا الفستان ده اصلا كنت سائل عليه ب 3000 جنيه لوحده. ايه ده يا باربي؟ انت بتشجعها تزود علينا ولا ايه يا باربي؟ ايه اللي جايباه ايه اللي شفتوه ب 3000 و 4000؟ ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ يلا يا ماما عشان نجيب جزم. لا جزم ولا زفت، يا جزم انتوا. انا مش جايب حاجه تاني. يلا انا هستناكم في العربيه عشان نروح. يا ريت بقى، يا ريت بقى يا باربي نروح واحنا ساكتين خالص. انا ركبت العربيه وحطيت الحاجه في الشنطه، ومش عايزه اشوفك بتبص على محل واحد ولا حتى تجيبي حتى بجنيه لب يا باربي. خلاص يا اخويا، خلاص، في ايه؟ وما كانش يعني حاجه جبتها لي؟ ده احنا بقالنا 3 سنين ما جبناش هدوم. خلاص يا اختي يلا. تي 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 تي